إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا فيديو جديد هو خاص بصيانة الراديو ده. هو الراديو ده برودكس صناعة إنجليزي. مشكلته اللي هو ما بينطقش خالص، ما بيتكلمش خالص. هركب فيه الحجارة ونشوف يا جماعة. أنا ركبت فيه حجرين جداد اهمت ماشي، والراديو ما بينطقش خالص. فتعال نفتحه ونشوف المشكلة بتاعته ايه. هاي everyone. الراديو هو يا جماعة من جوه هو فيه قناتين AM و FM، عشان كده فيه اريال. قبل ما نعمل اي حاجة زي ما احنا تعودنا ان احنا نحاول ناخد لقطة لكل السلوك ديت، عشان لو سلك اتقطع ما نقعدش نلف بقى ونشوف ده كان فين. الراديو اول حاجة هنعملها يا جماعة نتأكد اللي فيه كهرباء واصلة اللي هي الراديو. لازم نتأكد اللي يا جماعة اللي هي الجزء اللي هو خاص بالحجارة السليم اللي ما فيش أي صدى موجود على السوست، وبالتالي بيمنع اللي هي الكهرباء اللي هي تروح للراديو. هنعمل كده ازاي؟ اللي احنا هنقيس بالافوميتر، هنقيسه نظبطه على اللي هي على الدي سي، ونشوف اذا كان في هنا واصل كهرباء ولا لا. الدي سي اللي هي طبعا اللي هي زي ما احنا عارفين اللي هي الحجارة بتشتغل ب اللي هي الدايركت كارنت، اللي هي الدي سي بالتيار المباشر، ما هياش بالاي سي اللي هو التيار المتغير. في كهرباء وصل الراديو يا جماعة. خلاص، يبقى المشكلة في مكان تاني. تاني حاجة اللي احنا نحاول اللي احنا نختبرها يا جماعة هي مفتاح الفوليوم. ممكن يكون مفتاح الفوليوم مش شغال. مفتاح الفوليوم كده مفتوح يا جماعة. خلاص، ساوند كامن اوت. لو كانت المشكلة في الفوليوم كنترول فالمفروض ان احنا يا جماعة كده نسمع صوت طالع، او بصبعنا كده نسمع صوت بس مفيش صوت طالع، يبقى المشكلة ما هياش في الفوليوم كنترول، يبقى المشكلة عندنا في حتة تانية. في عندنا اللي هي المفتاح اللي بيحول بين ال AM وال FM، ممكن تبقى برضه المشكلة فيه. We should hear a sound now if the problem is with the switch but there's no sound coming out, so the problem is somewhere else. اوكي. في انا لاحظت دلوقتي يا جماعة اللي هي البكرة اللي هو بتاعة التحويل الموجات ما هياش بتلف. So I will take it out to see what's wrong with it. It is of course not that the tuning wheel, it is the variable capacitor. There is something maybe blocking the tuning wheel from turning, I don't know. So I'll take it out and see underneath. لازم نشيل اللي هي الغطا الأحمر ده يا جماعة، عشان أنا متأكد، أو الفض ده عشان متأكد إن فيه مفتاح تحته. هو ملزوق طبعا. هو يا جماعة لازق جدا، الغطا ده لازق جدا جامد جدا، فاحنا هنشيله باللي هو بالتنر ماشي. بس نخلي بالنا طبعا اللي التنر هيشيل الخط الأحمر ده، فنبقى حريصين جدا. سيبه شوية كده وبعدين نعمله إن شاء الله يطلع على طول. For a minute I've injected already with thinner, we leave it. Then now we'll try to take it out. Yes, here it is. You see? Quite easy. بسهولة جدا اهو. والمسمار اهوت، هنحاول نشيل المسمار ونشوف ايه الأخبار. ما هوش فعلا بيتحرك. طيب هنعمل ايه؟ هرشه WD-40 ونشوف ايه الأخبار. ما هوش فعلا بيتحرك خالص. هنرش طبعا من الجنب التاني، من هنا مش هيعمل حاجة يعني. I'll also spray it from the other side. That's more than enough. ده أكتر من لازم يعني. Okay. Left and right. هنسيبه شوية وبعدين ألف وأحاول ألفه تاني شمال ويمين.
placed. لو قعد ما بيتحركش برضو يبقى هنحتاج ان احنا نغيره خالص. هو لسه يا جماعة جامد، هو الوقت بقى بيتحرك بس لسه جامد ماشي، فكده هيحتاج ان احنا نغيره، بس المفروض يبقى فيه اي صوت طالع، مفيش اي صوت طالع خلاص، فده هيخلينا ان احنا برضو نشوف اللي هي السماعة اذا كانت شغالة ولا لا. السماعة كويسة يا جماعة بس مفيش برضو صوت طالع. طيب تعال نجرب اللي هي ايه سماعة الأذن. سؤال. There is hissing sound but there is no tuning. يبقى المكثف ده يا جماعة محتاج اللي هو يتغير. هو دلوقتي في عندنا طالع من السماعة صوت، في صوت خرفشة، في صوت وش، هو مش طالع من السماعة ديت، فاحنا يبقى كده طبعا اللي هي المكثف المتغير ده محتاج اللي هو يتغير. زي ما احنا شايفين طبعا هو مكانه بايخ جدا يعني، بس هي الرادار الجيب كلها كده. يبقى معنى كده يا جماعة اللي فيه ممكن يكون طالما السماعة سليمة وفي صوت من اللي هي الايرفونز، يبقى كده معنى كده اللي فيه حاجة فاصلة من مكان السماعة. طبعا ده السماعة الفردتين اهو، ده ارضي ماشي، وديت السماعة اللي هي اليمين، فمعنى كده اللي من هنا لحد هنا فيها حاجة فاصلة ماشي، من هنا لهنا فيها حاجة فاصلة، او ربما يكون خط مقطوع. السويتش في برضه مشكلة يا جماعة في المفتاح ده اللي هو بتاع اللي بيحاول بين الموجة اللي هي الاف ام والاي ام، فعشان كده انا هحقنه بشوية جاز. اخيرا طلع يا جماعة، واحاول الاقي بقى اجيب بديل ليه. بقى طبعا يا جماعة انك تعرف الاتجاه بتاعه اللي كان تركب فيه عشان ما تبدلش اللي هي الاف ام مع الام دبليو. اعتقد ده او ده هيكون بديل كويس لده. هركب ده. This one won't fit but this one will do. انا عملت هنا يا جماعة الكوبري ده عشان التقريض، عشان احط ارضي، لان هنا كان في بص في ارض اهوت متوصل بحتة النحاسة، والنحاسة متوصلة لهنا، فانا عملت كوبري بين هنا وهنا بس. في الوقت يا جماعة انا سامع صوت طلع من الراديو بصوت اغنية وحتى، بس الصوت ما هوش رايح للسماعة سبيكر. انا عشان استبعد السماعة الموجودة بالرغم اللي هي بتقيس كويس هجرب سماعة تانية، بس برضو نفس النتيجة، مفيش صوت خارج بره، فيبقى على طول المشكلة الوقت فيه عندنا من اللي هو السوكت بتاع الايرفونز. دي يا جماعة المحطة المتوسطة، معلش هي فيها شوشرة جامدة لأن أنا عندي فيه اريال فوق بتاع موبايل. هو كده اشتغل كويس، وهوريكم دلوقتي أنا عملت إيه. لازم يا جماعة نظبط بعد ما نركب مكثف متغير، لازم نغير الاي افات. This is the best possible alignment، ده أفضل تظبيط ليها for the medium wave للموجة المتوسطة.
تخضع إلى الاستثمار، ولكن استثمارنا تكون خارج القارة. يجب أن تكون استثمارنا داخل القارة، داخل مجموعة الكوميسا، داخل القارة. وزي ما احنا شايفين يا جماعة اهو الجهاز شغال تمام. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوناش ان شاء الله في الاشتراك والمشاركة والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.